لما يجي يقول لك الثمره في البندوره من الزراعه لغايه ما تروح على الطبق تبع ايش؟ الزبون. وش رايك يا باشمهندس؟ صح يا فندم. تمام؟ بنتابع عمليه الانتاج من اول الثمره لحد ما تطلع للجسم. يعني في حتى فنادق كبيره او مطاعم كبيره بيكون شعارها انه من الثمره الى الطبق او من المزرعه الى الطبق. هو بيكون عنده مزارع بيروح بنفسه بيختار الخضار من المزرعه. هذا برضه شيء مهم جدا. نظام التقطيعات او القطعيات بدك تكون عارفها ودارسها بجداره. ليش؟ لانه بتختلف معك في التسويه. لما يجي واحد يقول لك يا راجل على هون يا راجل على الله، طب ماشي حبه جزره كبيره وحبه جزره صغيره، طب مين سوى قبل الثانيه؟ طب راح الزبون اول ما اكل استفتح في الجزره الكبيره قال لك اكلت بيوجع، طب انت ما كملتش الثانيه دوب الثانيه يا اخي اقل فيها عشان ما تسويش السمعه. خلص. الانطباع من البدايه. العين تاكل قبل الفم احيانا. في غالب صح غالبا يعني انه العين بتاعك. فانت بدك تعتمد قبل ما انا اتعلم وصفه صدقا وانا اخوك الصغير ولساتني بتعلم ولا زلنا نتعلم وكل يوم بنتعلم وكل لحظه بتعلم. ممكن اتعلم من اقل واحد، يعني اقل منه فيش واحد اقل مني، انا اقل منه يعني، لكن اقل علما ممكن يعلمني معلومه، لكن ما اقول عن حالي انا وصلت. ايوه ما فيش حاجه اسمها وصلت. فالوصول في ايش؟ تمام؟ فموضوع الثقافات لما اجي اقول ثقافه المطبخ الشامي، اليوم اهل الشام كنا زمان نعرف حاجه اسمها الكبه بس. كبه شاميه. طب اليوم الكبه كيف تطورت؟ صارت كبه باللبن، صارت كبه بدبابه، صارت كبه مشويه، صارت كبه بالصينيه. جاب لك شيء في الماتيريال حاجه غير البرغل مثلا او السميد او مكوناتنا هي واللحمه هي ونسبه الدهون هي وخاصه نسبه والتناسب. واحد برضه انا نظام الجمجمه والبركه هذا بلاش المطاعم. حدش يشتغل عليه. قلت لك خلي البركه بيننا وبين الله، هذا هو اللي حيوقع ان شاء الله، لكن احنا حنعمل انه احنا نشتغل بطريقه الحسابات والمقادير الصحيحه. لما اجي اقول المطبخ الشامي اليوم طور. اليوم احنا بنرسل فلافل او طعميه بنسموها. طعميه واحنا بنسمي الفلافل عشان احنا بنستخدمه بالحمص وانتم بالطعميه بالفول المدشوش او المجروش. بس بصراحه الطعميه تبعتكم يعني ثقافه مصريه بصح، يعني عن جد شيء ما شاء الله تبارك الله. وانا بعتز في مصر على فكره وانا بحب مصر من مصر. كبرت كبيرة لما ربنا هي ها جعلنا نيجي مصر ولما شفناكم وتعاملنا معكم حبيناها اكثر. الله يحفظك. اليوم قصه الفلافل ما تضلك عليه. ما تضلك عليه الكشاف. صرنا نعمله بالصاج تبع السوري. صرنا نقول فلافل بالجبنه. صرنا نقول صفيحه فلافل. صار واحد فلافل بالجبنه، فلافل مع زيتون اسود اللي هو بتاع البيتزا لكن حافظت على الثقافه، ما حدش يجي يقول لي انت وين يا عم تعديت؟ لا يا عم ما تعديتش. انا عامل طعميه مصريه. في حاجه اسمها سلطه فلافل، انا عملت حاجه اسمها سلطه فلافل. كنت اقدمها بطبق سلطه من اللي هو السبيشال سلطات اللي هو السلطات الخاصه زي اليونانيه زي الفريش سلطات زي خضار طحينه وحطيت 4-5 جراس فلافل وفوقيهم طحينه كده وقدمت واعتمدوها في الاوتيل اللي انا بشتغل فيه سلطه الفلافل الشاميه. هذا الشام يعرف لا يحبسني. لكن صار الكل يجي يقول لك بدي سلطه الفلافل. سلطه الفلافل. خلص انا قدمت له الفلافل بطريقه ثانيه مع الخبز المحمص. فانت بدك هاي كنصائح لك. بعديها انت بتبدا انت تشوف الوصفه هذه ايش وضعها. الوصفه هذه ايش مكوناتها. الوصفه هذه وقبل ما تعرف ايش الوصفه بدك تعتمد زي ما حكينا المقادير والمقاييس لكل وصفه. نسبه الدهون، نسبه الاستواء، نسبه حتى خاصه باللحوم تسويه اللحوم. مش اي كلام. الورير طن والطن هاي الشغلات. تمام؟ ليش عملنا الحركه هاي؟ عارفين ليش معناتها الحركه هاي عملناها؟ بتحط ايدك هنا وتضلك خط الاصبع. بتبدا معي هذه ايش تي بس معي. كل ما يمسك هي درجه ايش؟ استوت اللحم. هذا العلم معك هالمعلومه. لو انا قصيت عرق الفليتو او نص عرق الفليتو، لو انا قصيت القطعه غلط او السكينه هيك سحبت معي
ولا تحطه للدنيا ولا تسلق ولا اي حاجه. لو انا ما عرفتش طريقه كيف انا احمل نار وكيف احط المقله وقديش احط وقديش اعمل، هذا هو العلم تبع الطبخ. بعديها طب ببلش على ايش؟ الوصفات. البلانشا الوان، وهي يعني احنا قاعدين بنعمل شيء كنصائح عشان احنا كتذكير يعني. البلانشا دائما خلي بالك ما تكونش الكسل. انا كنت محكم مسابقه كافيكس في مصر، في واحده من غير ذكر اسمها، انا ما شفتش في نظافتها وفي شغلها زيها، حركه واحده عملتها يهديك يرضيك. لحتى الان معي الصور وهم بيتناقشوا معي من ورا الكابتن هذا البورد، بس كسر قطعت لحمه وعلى طرف قطعه ايش؟ وهي عملت منصه قبل ستوب المصاب تلفظ. هل في احنا بنضيع البروتين؟ ما يجيش يتفلسف عليك واحد غريب يعني مش مالوش علاقه يعني في المطابخ يقول لك يا راجل كيف ما تصيرش اللحم والدجاج؟ مش عارف. ما هو بفكر الدم هذا اللي موجود دم، هذا مش دم، هذا بروتين. الدم طلع خلص لما احنا ذبحنا الذبيحه كله طلع، بس هذا ضل ايش؟ بروتين الميوجلوبين اسمه. هذا اللي بيكون موجود في الذبيحه هذا بروتين. اذا انا ضليتني تحت الماسوره كيف الصنبور الميه ضلني اغسل، ما انا ضيعت البروتين ومليت الدنيا ما شاء الله ايش؟ تلوث. بنروح ايش بنسوي؟ انت بدك تقنع عشان تبين له انه انا فاهم هاي الشغلات، فانت لا على طول بتعمل هو ايش؟ محلول النقع الكل فهمه بتعمل. هاي النصائح انت بدك تشتغل عليها. بعدها زي ما حكينا بنروح بندرس وصفه الشيف كريم فلاني، وصفه الشيف فلانه، وصفه مش عارف مين، وانت بكون عندك قبليها ايش؟ علم واسع. واهم حاجه في علم الطعام او الطعام والشراب احنا بنسميه القسم هذا اللي هو الصحه والسلامه المهنيه، علشان زي ما حكينا هو علم بيهتم بسلامه المكان والمعدات وسلامتك الشخصيه وسلامتك المهنيه وسلامتك الصحيه. يعني حتى لو نتناقش انا والباشمهندس احمد على الاحذيه، انه حتى الحذاء له علاقه، حتى مسكتك للسكين مسكتك برضه لها علاقه عشان انت تكون اي واحد اول ما بتختبره على طول بتقول له امسك لي السكينه، صح؟ اذا لقيت مسكتها تقول له لان هذا بكره حيشبطك 3 غرز ويقول لك امسح. بس اللي انا قاطع حضرتك هي بس احنا كنا عايزين هنعمل محاضره ثانيه متخصصه اللي هي بتاعت اللقاء الاول او الانترفيو، ان هو انا ازاي اقدر اجتاز تمام المرحله الاولى من الاختبار، اللي هو اول ما ادخل لو انا دخلت المطبخ اشتغلت حتى لو هو وجاني وانا ما عملتش انا خدت نص الدرجه صفر بالظبط. انا على طبيعتي الشخصي او على صعيد الشخصي يعني انا مرات يعني هيك ما بحبش الحكي كثير في المواضيع المطاعم، بيجيبوا لي واحد بقول له ايش انت عندك مهارات يعني للانترفيو او المقابله. هي في مقابله عمليه في مقابله نظريه. النظريه بتسال على ثقافات المطابخ، على التسويات، على الانواع، على انت عشان تجتاز هاي الشغلات بده يكون عندك علم زي ما حكينا في الصحه والسلامه المهنيه، في الهايجين، في الحسب، في الريسبي. هاي الشغلات اذا انت صار عندك العلم فيها تجتاز هذه المرحله. لان هو يعني المرحله هذه اهم شغل اليوم بصراحه الواقع اللي احنا فيه ممكن صاروا يعتمدوا